السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشاهدوا طريقة تحضير هاد لي طاغطوليت اللي كيجيو زويونين بزاف مع طريقة تحضير ديال الكريم اللي بطبيعة الحال سهلة بالاضافة الى التزيين. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات ديال العجين غادي نحتاجوا صفار ديال البيضة وحده، 120 غرام ديال الزبدة و جوج كيسان ديال الدقيق، تقدروا تحتاجوا اكثر، بالاضافة الى فاني، جوج معالق ديال الزيت ونص كاس اولا اقل من نص كاس ديال السكر كلاصي، قبيصه ديال الملحه والقشور ديال الحامض محكوكين باش نسمو. اول حاجه غادي ناخذ 120 غرام ديال الزبده، غادي نزيد عليها سكر كلاصي اللي هو اقل من نص كاس، غادي نخليو كلشي يتعجن، تقدروا تعجنوا غير بيديكم. ودابا غادي نزيد عليهم القشور ديال الحامض محكوكين باش ننسم، بالاضافه الى صفار ديال البيضه. زدت عليهم فاني اولا السكر المنسم بالفانيلا، بالاضافه الى قبيصه ديال الملحه وجوج معالق كبار ديال الزيت. من بعد ما خلطناهم زدت عليهم الدقيق. بالنسبه للدقيق درت جوج ديال الكيسان، تقدروا تحتاجوا حتى اكثر، بطبيعه الحال مغربل. وكنحصلوا على عجينه اللي بحال هكذا. غادي نجمعها بيدي، فالعجينه خاصها تكون رطبه. وهذا هو القوام ديال العجينه كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي رطبه وجا مع راسها. فغادي ندير لها السلوفان وغادي نخليها ترتاح في الثلاجه نص ساعه او لا ساعه، يعني كل ما خليتوها في الثلاجه ترتاح كل ما مزيان. هنايا غادي نحضر الكريم. درت بيضه، زدت عليها فاني، درت جوج ساشيات ديال السكر المنسم بالفانيلا، ودرت حتى القشور ديال الحامض محكوكين، وغادي نزيد عليهم سكر سنيده، درت جوج معلقات وشويه، يعني نتوما غادي ديروا على حسب الذوق. وهنايا درت غير شي شويه ديال الحليب باش نحرك كلشي مزيان. ودابا غادي نزيد عليهم النشا، درت 3 ديال المعالق، غادي نخلطهم مع المكونات. حتى كينسجموا مزيان. عاد كنزيد الكميه المتبقيه من الحليب. في المجموع غادي نحتاجو نص لتر ديال الحليب. غادي نحركو كلشي مزيان وغادي نخليهم كيطيبوا على عافيه متوسطه، وبطبيعه الحال مع التحريك المستمر حتى كيبدا كيتقال الخليط. صافي زدت عليه معلقه ديال الزبده، حركته مزيان وطفيت على البوطه. من بعد ما كتوجد فغادي ندير ليها البلاستيك وغادي ندخلها الثلاجه تبرد. هنايا من بعد ما ارتاحت العجينه في الثلاجه فغادي نجبدها باش نطلقها. تقدروا ديروها ما بين جوج بلاستيكات اولا الورق ديال الطبخ، وعاد تلقوها بالدلاك. من بعد ما كنطلقوا العجينه خديت هاد القطاعه اللي الحجم ديالها خاصو يكون كبر من الحجم ديال القالب اللي غادي نحط فيه العجين. فغادي نشد القطعه الاولى وغادي نديرها في هاد القوالب. غادي نحاول انني نبرك عليها مزيان. القوالب ما دهنتهمش لان العجينه فيها الزبده، ما نحتاج انني نعاود ندهن حتى القوالب. ومن بعد كنبقى نبرك بصبعي في الجنيبات ديال العجينه باش كتلصق مزيان. هنايا خديت موس وبقيت كنحيد به الزوائد، وكنستمر بنفس العمليه مع العجينه كامله. من بعد ما كيوجدوا فكنديرهم في لاطه اللي غادي ندخلها للفران، وكنتكهم بفرشيطه باش ما يتنفخوش ملي ندخلهم يطيبوا في الفران. الفران كيكون سخون واحد شويه من قبل، كندخلوهم كيطيبوا من التحت مزيان، عاد كنزلهم باش كيتحمر الوجه ديالهم. ودابا غادي ندوزو للتزيين، ولكن قبل غادي ناخذ الكريم اللي كنخرجوها من الثلاجه وكنبقى نطربها باش كتطلق.
حتى كتولي بحال هكذا كيف ما كتشوفوا معايا. تقدروا ديروا الكريم في الجيب الحلواني اولا في بلاستيك وتقطعوا الراس ديالها. كنحطوها بهذا الشكل. تقدروا تستعملوا غير معلقات. من بعد بقيت كنقاد الكريم بمعلقه. وبالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري. هنايا في الحبات الاولين درت فيهم البرتقال اللي قطعته كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه ووضعته من فوق الكريم وزدت حبيبات الشوكولاته. بالنسبه للشكل الثاني فدرت ليهم تفاح اللي قطعته خليته بالقشور ديالو قطعته بهذه الطريقه. رشيت عليه شويه د الحامض باش ما يكحلش وزدت ليهم نص حبه ديال الكركاع. تقدروا ديروا حتى اللوز ايفيلي اولا يعني عندكم الاختيار كامل. وبالنسبه للشكل الثالث فدرت له المشماش اللي حتى هو قطعته بنفس الطريقه وبقيت كنشكلو بحال هكذا باش كيجي على شكل وريضه. وفي الوسط درت ليه نص قرقاعه وهذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا كيجيو زويونين بزاف ورائعين. ومن ناحيه الفتاوى فكيجيو فتيين بزاف. الكريم كتجي بنينه ومنسمه بالقشور ديال الحامض. نتمنى الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم وانكم تجربوا الوصفه. شكرا على المتابعه.